يا حفيد الراجي خويا، والله ما تمنينا حاجة. والله ما تمنينا حاجة. كوبالك نخونو ما تغيش، كوبالك نسرقو ما تغيش، كوبالك نعقرو ما تغيش. بتاع اللي عطاولنا كاع الشي اللي عطاولنا اللي عطانا ربي وقلعو. حقرونا حقرونا حفيد الراجي خويا، حقرونا حقرونا ظلمونا. ما نكذبش عليك حفيد الراجي خويا، ما نكذبش عليك. عطاونا واحد المسؤولية في بلدية الحجاج، مسكين مستغرب راحوا قالوا لنا كون السرقوا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الجزائريين والاعلام ديالهم ساكن مازال كيبكي وبقى فيهم الحال، وقال لك باننا حنا اللي قادرين ننظموا كاس افريقيا 2025 وكنا طامعين في 27 ساعه ما عطاوش للجزائر، وحنايا قوه ضاربه وحنا اللي نستاهلوا، ولكن عندنا اعداء ودوله الجزائر مستهدفه. لبكاوش الاعلام الجزائري فين ما قلبتي في اي قناه ولاو دابا كيجيبوا اعلاميين جزائريين واحد اخرين، ما بقاوش غير داك القدام، دابا ولاو ما عرفت منين كيجيبوا هادو كيطلعوا معنا في هاد القنوات. اصدقائي العزاز، ما ندخلش معكم في التفاصيل، غادي نمشيو نشوفوا الاعلام الجزائري اللي مازال مسكين ما بردتلوش القضيه ديال كاس افريقيا 2025، ودابا ولاو كيهضروا على 2027 وعلاش ما بغاوش يعطيو للجزائر باش هي اللي غادي تنظم كاس افريقيا 2027. اصدقائي العزاز، كنتمنى باش تعطيوني الاراء ديالكم في قناه التعليقات، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم، لان اللايك هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. يقول أنه الدولة المضيفة لكأس إفريقيا لازم الإعلان عنها 6 سنوات. اوكي 6 سنوات. يقول لك 6 سنوات و3 سنوات قبل إقامة جميع مسابقات الكاف. معناها يعني أي بلد باش يدي منافسة لازم تعلن عليها 6 سنوات. اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنا شفناه أعلن على اللي راح يدي كأس إفريقيا 2025 وكأس إفريقيا 2027. معناها القرار المتخذ غير قانوني وغير معناه أنه الاتحاد الإفريقي يدوس أمام الملأ على القوانين. هذا من جهة. من جهة ثانية خالد، أنت كنت تفضلت أو ذكرت مثلا تنزانيا وكينيا وأوغندا. هذا ثلاث دول خالد، مع احتراماتنا لهم خالد، صحيح. وهما دول صديقة للجزائر، ولكن فيما يخص الرياضة عموما وكرة القدم يعني بالخصوص هما خالد بعاد على التنظيم، لأنه الإمكانيات خالد ما عندهمش إمكانيات. هذا من جهة. من جهة ثانية خالد، اليوم الاتحاد الإفريقي لولا الجزائر التي أنقذت الكاف باحتضان كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المنافسة هذه ما زيد تولي. وأنا نقول لك حاجة اليوم خالد، المنافسة هذه لن تعود. اليوم غلقنا اليوم خالد الاتحاد الافريقي لكرة القدم غلق الباب على المنافسة هذا، خاصة وأن الجزائر رفعت مستوى التنظيم يعني السقف. وهذا من جهة خالد. من جهة الحاجة المهمة هناك خالد داخل كواليس الكاف معلومات تقول أنه هناك بعض أعضاء الجمعية العامة يحضرون كما يقول لك تشعتوا لها في اللغة خالد ثورة خالد للإطاحة بموتسيبي، لأن اليوم هذا الشخص خالد، اليوم هذا الشخص عنده أولا مشاكل في العمل تاعو، هو في الشغل تاعو. اليوم كنا نقراو خالد أنه حتى في دولته في جنوب أفريقيا، في جنوب أفريقيا عنده مشاكل من الناحية السياسية، نظن حتى الأموال تاعو راح يتنقص، يعني أمور عديدة. من جهة ثانية خالد أنه اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنا قلناها في العدد السابق خالد، أصبح دمية في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني اليوم الأفارقة خالد، احنا الأفارقة رانا نحسوا بلي ما عندنا أي دور في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. اليوم لازم اونيرجونس يعني هذا الإنسان يعني خلي المكان تاعو لمن هو أجدر بهذا المنصب. لكن الجزائر هنا اللي غابت، طبعا غابت وانسحبت قبل ذلك، قال لأنه كانت لعبة كواليس هي من حسمت في هوية البلدان التي ستستضيف. الشيخ رضا مالك، الجزائر بإمكانياتها برجالتها كانت حاضرة على مستوى مناسبات كبيرة سابقة، سواء الشان سواء كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة. هذه المرة فشلت الاتحاد الأفريقي، فشل في إيجاد بلد آخر لاحتضان نسخة 2027 بعد ما منح للمغرب مسبقا. منح 3 دول لا تملك ملاعب
لاستقبال منتخباتها، في وقت الجزائر عندها الإمكانيات الكبيرة حاليا وليس على الورق. هذا الإجحاف في حق الجزائر تراه هل هو لضعف لمستوى الاتحاد الافريقي، الاتحاد الجزائري كرة القدم فيما سبق؟ لا، هو بكل صراحة يعني باش نكونوا الصراحة، كاين ايادي تاع خفيات تاع كواليس، ومنها وفيها امور سياسيه اللي تجي من طرف الامبرياليه العالميه، لان الجزائر ما يستفادوا منها والو، لان الجزائر دوله بمعنى الكلمه، يعني دوله محافظه على المؤسسات نتاعها. لما تكون اي نشاط هنا كل شيء يكون منظم، لكن لما تروح تمد كاين دول اخرى عندهم مصالح كبار، هذو الامبرياليه مستاليه فيهم، اللي يستالي يعني موجوده في فنادق، في مؤسسات رياضيه، في مستثمرين في هذه الدول. يحبوا يرجعوا الكاف كأداة اللي باش يسترزقوا منها، اللي باش يكسبوا منها، يزيدوا يستغنوا منها، يعني يزيدوا غنى فوق غنى. ولات كل هذه كل الجمعيات الرياضيه ولا الثقافيه ولات قاعد تصب وتلعب في ايادي اللي هم الامبرياليه العالميه، اللي هما الدوله العالميه اللي عندهم الاموال، اللي عندهم البنوك، اللي عندهم هاد الناس، هما اللي هم يتحكموا. والجزائر نعرفوا الموقف تاع الجزائر هو تاع عدم الانحياز، والموقف تاع الدوله اللي عندها مبادئ نتاعها اللي ما تغيروش من زمان. اكيد بلاد مستهدفه، وهذه تدخل كاع في صب الاحباط، باش تكون احباط سياسي في البلاد، حتى سياسه البلاد من وراها يكون الهدف منه الاحباط. وحنا ان شاء الله الجزائر ما تحبطش في اجل ما عدم تنظيم الكاف، بالعكس حنا الكاف هي اللي راح خسرتنا. طبعا الكاف خسرت الجزائر وخسرت القدرات تاع الجزائر، لان الجزائر كانت جاهزه. كانت جاهزه، كانت مركبات رياضيه فخمه على مستوى عالمي، تنظيم كبير، حتى المجتمع الجزائري ولا الجمعيات الرياضيه والمسؤولين الرياضيين كانوا جاهزين بكل، حتى الدوله تاعنا كانت عاطيه اهميه، وكانت راح توفر كل الامكانيات اللي باش هذه الدورات تنجح وتكون في ارقى ما يمكن، كما الدورات اللي فاتوا تاع الشان كما قال، ولا الامور اخرى كانوا على مستوى عالي فوق المستوى اللي كانوا ينتظروا فيه. لذلك قلت لك الجزائر هذا من وراء هذه ايادي خفيه سياسيه، مانيش حاب نروح اكثر، لانه كاين راح نشوفوا اليد تاع الجزائر سياسيين واش دارت الخدمه اللي دارتها السنوات الماضيه في لويا، يعني في المنظمه الاتحاد الافريقي. نشوفوا القوه تاعها وشكون زاحت وشكون هذوك الناس كلهم يبقاو من وراء الجزائر، ما يخلوناش ترونكيل. صحيح. احنا ان شاء الله نكونوا برجالاتنا وبالتكاتل تاعنا، ما نحبطوش ونعاودوا نبنوا ونعاودوا نقفوا. طبعا احنا كما يقولوا الضربه اللي توجع تزيد فيك فطنه، وتزيد فيك قوه، وتزيد تعطيك عزيمه باش تكون لي اقوى، ترجعك باش تكون اقوى. نعم. وهذه لعبه الكواليس اللي تتكلم عليها سي رضا مالك، راح نتكلموا على في هذا الاتصال الهاتفي. دعني ارحب بالمستشار السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم سيد محمد بوقرة، الذي يلتحق بنا عبر خدمة الهاتف. عنده بعض المعلومات، والذي تواصل شخصيا مع رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي وعديد رؤساء الاتحادات الافريقية قبل اعلان واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي والخروج بقرار منح النسختين مقبلتين من كأس افريقيا. سي محمد البوقرة، مرحبا بك. ماذا كان أو كيف كان الاتصال بينك وبين رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي لكرة القدم؟ قبل كل شيء السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على الاستضافة، وسلم على أخي الرئيس مالك، تحياتي له ولكل الطاقم، ياسين كمال، كلكم يعني إن شاء الله في المستوى، وكم تدافعوا قلبا وقالبا كما كل جزائري حر يدافع هذا البلد العزيز. طبعا أنا غيور على البلد هذه. نحن يعني أبناء ثوار، لابد مازال فينا العرق نتاع ثوار، ونحبوا بلادنا تكون في اعلى. اصدقائي الاعزاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى باش يكون عجبكم. شكرا لكم، وسمحوا لنا نطولنا عليكم. الناس اللي باقا ما شاركتش معنا مرحبا بكم. اصدقائي الاعزاء، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.